عندما يكون علينا ارتشاف الأيام من فنجان العمر لحظة لحظة، والتمتع بذلك المذاق الحلو مرا، متأملين أحداثا تمر وأشخاصا إلى مصائرها تفر، مستمعين إلى أصوات القدر تصرخ مرة وتهدأ مرة، جالسين بين يدي الدهر على حافة الموت ونحن لا ندري، تائهين بين فكرة وأخرى، ترحل بنا الأمان إليهم وتعيدنا سريعا إلينا. عندما نرى الصورة ونحن على هذه الجلسة وهذا الوضع، تنبت في الرأس وساوس الوجود، وتتغلغل فينا الأسئلة الحانقة بلا أجوبة، يكفر كل ما فينا بكل ما لنا، وتركض النفس وحدها تهجرنا لتكتب عنا بأقلام كاريكاتورية نصا واحدا تهجون فيه وترثي بؤسنا. عندما نصبح محط سخرية عيوننا، علينا أن نزرع في الصدر زهرا من الأمنيات الخبيثة، نقطفه مع كل حصاد أجوف، ونصنع منه باقات أمل معطرة بالوهن. عسى شيئا ما، حدثا ما، أو شعورا ما يحول كل هذه الضوضاء إلى هدوء مزمن. عسى الحقيقة التي صنعنا تلفظنا وتلقينا في جوف أكذوبة. نكتشف الذات المنغمسة في أوحال الغبن الدامي، ونلف الرمل المتلوي تحت الشمس المرتفعة. تتلون فينا ضحكات، تتسابق فينا نجمات، ونظل نسير بأوهام ما تلبث أن تغدو صنما لتطل بضخامة فكرة. في داخلنا يرقد عمر يسفر عن وجه متبلد من جوف صقيع سنونوة تدعى الماضي. أجيال من حزن تطل، والفرح الأبله منشغل بعبادة دمعات الفارة من سجن السنوات الضالة. موت يسرق صمت الباسم، ويراود عمري المتألم، يغسلني بمياه القسوة، ويفجرني مثل عبوة. لا منطق في هذه الدنيا، لا معنى للعشق الصاخب، والكون سحابة نسيان أو تابوت حنين شاحب. آهات التائهة تنادي، تترهب في عشق الماضي، وتسلط من جحر الوجع علي عقارب. تنشرني تقتلع جروفي، وتكبلني لتصيرني حقل تجارب.